بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي هنبدا معاكم ان شاء الله برج الدلو باذن الله. انا عارفه ما نزلتش في برج الدلو بقالي شويه، بس انا هنزل لكم ان شاء الله النهارده برج الدلو، وعنده اخبار ساره وجميله ان شاء الله ان شاء الله برج الدلو. بس عنده شويه حاجات برضو هنقولها برضو ان انت في الفتره دي ان انت تحذر منها يعني. تمام. اهم حاجه اللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك فضلا وليس امرا يا حبيبي، واللايك طبعا عشان اللايك بيرفع الفيديو. نبدا اول نسمي الله. نبدا معاكم بالطبق. حاجه تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه برج الدلو، انت بسم الله ما شاء الله عندك يعني في الفتره ديت عندك ايه اللي هو رزق، يعني ان ربنا هيرزقك رزق واسع ان شاء الله. ده انت بسم الله ما شاء الله تظهر عندك هنا وهيظهر عندك في الفنجان حاجات حلوه برضو ان شاء الله. بس عندك ايه يعني هو ان شاء الله في رزق جميل وحاجات كويسه ان شاء الله تعالى. بس انت عندك ايه؟ عندك عين شوف العين عامله ازاي. عندك حسد في الفتره دي زي ما انا قلت اهو. ظهر لك سبحان الله في الطبق عندك حسد، يعني عيون كتير متصدرة فيك يعني. هي ده اللي بتمنع ايه اللي هو الرزق الرزق اللي هو بيجي لك ده الفترة دي. فان شاء الله اهم حاجه زي ما أنا قلت عودوا نفسكم يا جماعه، ما تمشوش من البيت زي ما انا قلت لكم لاي برج عموما. ما تخرجش من البيت غير انت متوضي، عشان حتى لو في حسد في حاجات لا قدر الله، حد رش حاجه، حد عامل حاجه، ربنا ايه يبطله ان شاء الله ويجعل كيدهم في نحرهم باذن الله. وربنا على الظالم ان شاء الله. بس انت زي ما انا قلت لك خلي بالك بس يعني حصن نفسك. تمام. لانك انت بالفتره دي مش عاجبني خالص يا برج الدلو. انت صحتك بالنسبه صحتك طبعا يعني الحمد لله في الفتره ديت صحتك في النازل خالص خالص، وحاطط في نفسيتك تعبانه جدا جدا الفتره دي يا برج الدلو. مش عارفه ليه، يعني انت مزعل نفسك الفتره دي جامد، مزعل نفسك قوي 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 يا برج الدلو على حاجات ما تستاهلش اصلا. انت اللي بتعمل في نفسك كده. ده اول حاجه. ده طبعا بالنسبه ايه للطبق. احنا طبعا هنشوف الفنجان هيوضح لكم اكتر من الطبق. ماشي تمام. اهم حاجه لو وصلت لحد هنا ما تنساش بقى في اللايك. نبدا بقى بالفنجان برضو ونسمي الله ونصلي على الرسول برضو عليه الصلاه والسلام. اول حاجه برج الدلو طبعا انت ما شاء الله اهو انت عندك برضو ظاهر عندك الرزق بسم الله ما شاء الله، الرزق كتير 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 في الفنجان بتاعك اهو. هثبت الكاميرا بس عليها اهو. انت بسم الله ما شاء الله عندك يعني الطرق كلها مفتوحه قدامك، طرقك كلها مفتوحه، حتى طريق العمل مفتوح. بس عيبك في حاجه واحده يا برج الدلو، ان انت حتى في شغلك رغم ان انت طريقك سالك وكل حاجة حلوة، بس انت عندك عكوسات، عندك ظالم نفسك في حاجات. يعني ازاي العكوسات دي؟ طبعا احنا عارفين اللي هي الحسد، او لا قدر الله حد ما عمل له حاجة او الكلام ده. تمام. انما انت ظالم نفسك في حاجات، يعني تدي لنفسك يعني انت عايز مش موفق الفترة ديت، يعني بمعنى اصح في الشغل عموما الشغل بتاعك متعطل. ان انت يعني انت اللي عامل كده في نفسك بايدك، انت اللي يعني ايه، انت بقى الخير جاي لك والرزق حلو وكويس، ومع انك يعني انت بتدي اكتر من طاقتك للعمل او في حاجات كتير. يعني انت من النوع اللي هو الخدوم زيادة عن اللزوم، وده اللي مأثر في شغلك على فكرة. وفي الاخر ما بيدوش ليك اللي هو ايه كل اللي اختار، يعني بيدوش ليك اللي انت تستحقه، لا بيدوك اقل من اللي انت تستحقه بكتير. فاهمني؟ فطبعا انت اللي حواليك كلهم منافقين. يعني انت حاول ان انت تبقى ايه يعني تجاري الجو، يعني تجاري الموضوع، تجاري الدنيا، عشان ايه الدنيا تمشي معاك يا برج الدلو. تمام. انا مش قادره افسر بقى، انت تفسروا بقى انت يعني ايه. تحاول ان انت لسانك يبقى كويس عن كده، انت حامق زياده عن اللزوم في الفتره ديت. كل حاجه حاطه على قلبك قوي لما انت صحتك زي ما انا قلت في النازل خالص، ظاهره خالص اهي. وعندك كمان اللهم صل على النبي ان شاء الله في فرحه قريبه باذن الله، في حد من
قرايب يعني، في فرحة جاية في البيت يعني عموما ان شاء الله، عن قريب بإذن الله، عن قريب حد يعزك او حد عزيز على قلبك. وعندك كمان يا برج الدلو، انا قلت طبعا الرزق بسم الله ما شاء الله كويس لحد ما شاء الله، حتى كل الخطوط كلها دول اللي انت ربنا يرزقك الفترة القادمة بإذن الله. قول يا رب ان شاء الله يفرجها بإذن الله. وعندك كمان يا برج الدلو ان انت ايه، زي ما انا قلت النفسيه بتاعتك لازم تظبط عن كده، لان انت الفنجانك فيه نفسيه صعبه قوي، في كميه واخد الحاجه كل حاجه على اعصابك. لا مش هينفع كده خالص يا برج الدلو. حاول ان انت تطلع من المأزق والهم اللي انت شايله على قلبك ده. وانت في العلاقه، بالنسبه للعلاقه العاطفيه عندك تعدد في العلاقات العاطفيه، تمام. يعني انت عندك طرف ثالث ورابع وخامس كمان، ما شاء الله عليك يا برج الدلو بالعلاقات المتعدده. رغم ان انت بس انت عامل زي الطير، بيحب يطير كده زي اللي بيقولوا ايه، من شجره لشجره، ما تحبش تقعد في مكان. ده برج الدلو معروف يعني، ولو حب بيخلص جامد جامد ليه. بس انت مش عارف الفترة دي انت عاوز ايه اصلا، من ناحية الحياة العاطفية ومن ناحية العمل، من ناحية انت متلخبط الفترة دي خالص يا برج الدلو. زي ما انا قلت انت مش عاجبني في الفترة دي خالص تماما. وعندك كمان يا برج الدلو، بص عندك اعداء كتير في الفترة دي، الناس شماتين كتير كتير قوي في كده. في حد الفترة ديت يعني بيحاول يصير اعصابك، يعمل مشاكل معاك في الفترة ديت، حد يعني ايه من نفس البيت اللي انت موجود فيه. يعني زي الايه شغل عندي كده، او شغل يعني مش عارفة اقول اوضحها زي يعني بيضايق فيك، بيشمت فيك، فاهم؟ فانت حاول ان انت ما تديلهمش الفرصه اللي هم يشمتوا فيك يا برج الدلو. وعندك طبعا من ناحيه الشريك ما شاء الله عندك يعني ايه، في هدوء في العاطفه لحد ما. وبس انت بقالك كام يوم كده كنت انت والشريك ما فيش يعني ايه اللي هو زي الاستقرار العاطفي، لا ما كانش فيه خالص يعني، كان دايما في نقار، في مشاكل كده. ودايما والشريك دايما نفر من البيت، يعني مش عايز يدخل البيت خالص، عايز يقعد بره البيت على طول، مش يعني من كترة المشاكل والديون اللي على الشريك بتاعك عنده يعني ضيق في المال وكده يعني. بس ان شاء الله ربنا يفرجها ان شاء الله. وانت الحمد لله انت قريب لربنا يا برج الدلو، فحافظ على صلاتك بس وادعي ربنا، وان شاء الله يفك كربك ان شاء الله يا برج الدلو. بس انت عندك كمان محكمة في الفترة اللي جاية دي، في محكمة عندك حكم ان شاء الله. هيجيلك منها خير المحكمة ديت ان شاء الله، هو اما تعويض يا اما حاجة، بس هو ان شاء الله جايلك المحكمة دي ان ربنا هينصرك في الحكم ده. كنت يعني دي كانت مشكلة او حاجة بينك وبين حد، ان شاء الله في يعني انت هتكسب الفترة اللي جاية دي، هتكسب القضية دي تمام. فانت زي ما انا قلت ادعي بس وقول يا رب ان شاء الله ربنا ينولكم كل اللي في بالكم يا رب، ويسعدكم جميعا جميع الابراج ان شاء الله قادر يا كريم. اهم حاجه ما تنسوش بقى في اللايك وكده الفيديو خلص معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.